كده، نعمل كده، ونيجي هنا نعمل ايه؟ نعمل السلام عليكم، منورين الدنيا يا شباب. حبيب قلبي. انا مش انا يا اسطى مش عارف اتكلم. عمرك شفت ناس مشاهير كتير فشخ اليوم قاعده جماهيريه كبيره بتدافع عنهم كل يوم؟ يا اسطى عمرك شفت الحبادنه؟ او متاكد ان انت اول ما شفت الحبادنه استغربت هم ليه بيعملوا كده وعلى ايه اصلا؟ كريستيانو عمك وعم عالك يا ابن فكره الموضوع ده من زمان فشخ، من ايام الفراعنه يعني، بس المشاهير بتاعهم كان كهنه بقى، والفراعنه والكلام ده كان فرعون ابن الاله، بس لما وقتها بقى كان التشبيح اللي هو ابن حبت اسمه ايه ثانيه حبت رع عمك يا ابن القمح يا ابن ارض البيزنس. كل ملك بقى كان بيجي يشغل عبيد عنده وكل شويه يعلوا على بعض وخوف وخفرع منقرع. الفكره بقى ان الملطوط في الموضوع ده كله الفلاح المصري يا عيني بقى قاعد من وقتها لحد دلوقتي قاعدين بنضطهد وفلاح ومش فلاح ونعمل عليه نكت. المهم يعني بمناسبه الاهرامات، تعرفوا ان مره واحد فلاح ولا كان مره لا 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 لا. هقولها يعني هقولها وهتطلع في الفيديو. في ايه يا اسطى؟ خلاص عمل ايه؟ تعرف ان مره واحد فلاح راح الاهرامات قال يا ابوي كل دي جبنه نص. انا عرفت هو عمل ده ليه. انا راح مش عاجباكوا؟ مره واحد اكل مخاصي لقى طعمها بضل. المهم بقى ان حب المشاهير ده فضل لحد اليونان كمان، بس بقى على الفلاسفه والرياضيين بقى الاولمبيين ان هم دول تجسيد لقدره الاله وحاجات غريبه كده. المهم يعني ان اقرب مشاهير لوقتنا الحالي كانوا هم مشاهير عصر النهضه، كانوا بقى فنانين وشعراء وحاجات من الحيضه. المهم بقى ان من وقتها والمحور الكون هم الفنانين والشعراء، هم بقى حياتهم ماشيه ازاي، بيتغدوا ايه، بيشربوا ايه، رايحين جايين منين، الكلام ده كله. والكلام ده بقى استمر من القرن اللي فات، السينما بقى والمسلسلات بقى ومارلين مونرو وفي الاغراء على ابوه الكلام ده كله. من وقتها بقى شنب رشدي اباظه، مش عارف جاكيت عمرو دياب الجلد او تيشيرت عمرو دياب برضو اللي هو اللبني في اسود، سكسوكه مرموق. الفكره ده فاهم الجيل ده ليه مطلعنا مرضى نفسيين يعني؟ اصل انت تخيل كان الايدول بتاعك في الحياه كلها هو عمرو دياب، يعني انت اكيد حياتك بائسه فشخ. انا فعلا مش شخصانه مع الجيل ده كله، مش شخصانه معاه، وكل المغنيين من شاكله عمرو دياب انا كلهم شخصانه معاهم تمام، ما عنديش مشكله. في فيديوهين لحد دلوقتي وده التالت بذكر فيه عمرو دياب، ما حدش مهتم. المهم بقى الموضوع توحش في جيلنا، يعني انت بقيت بتروح له حفله بعد كده ترجع تلاقيه على الانستجرام، بعد كده مش عارف تروح فين، ده بيعمل ريفيو لحته مش عارف ايه ولا بيتكلم في ايه، فانت بقيت عايش معاه حياته حرفيا زي الفنان احمد هارون. معديين في حياتنا سوا، معديين وماشي فانت الفنان بقى دايما قصادك، هو بيعمل كل ده عشانك، انت فعلا مهم بالنسبه له، انت حرفيا 250 جنيه تيكت الحفله، فانت بسبب قربك منه لحد ما بقت حاسس ان فنه اللي هو بيعمله ده هو فعلا بقى معبر عنك، او هو فعلا طلع من المكان اللي انت جاي منه، الفنان بقى قادر ياثر عليك، بقى في فاهم قصدي؟ التاثير ده ممكن يبان عليك في جمله، في افيه، في اي حاجه يعني، فانت قايم بقى في ربط بينك وبينه كده، ان هو انا كل يوم هخش على تويتر، على فيسبوك، على اي حاجه، انا هقدم له فروض الولاء والطاعه، فروض القرابين الالكترونيه، فاهم؟ الفكره ان الموضوع بيبقى جاي من حته جزع على العاطفه شويه، من ان هو مع عمرو دياب كنت بسمعه زمان ده، فانا بدات انا خلاص سستمت في دماغي، فانا بقيت بحن لعمرو دياب بتاع دلوقتي، بحن عمرو دياب بتاع زمان مثلا، او مثلا اغنيه حزينه انت حزين فشخ لمستك، فانت خلاص الموضوع معاك بقى تاثير واضح وصريح. الحته العاطفيه دي بقى بتبان بالذات في الكوره، والفكره ان هي لعبه عاطفيه بحته يعني، سواء عماد ديالو احسن لعيب في العالم، صنديد، شجاع، شهم، ثانيه بطل، اسطوره، كفو، مطنوخ، ما مش فاكر كان بيقول ايه بعديها يعني. وانا بجد ما عنديش اي مشكله مع اي حد في العموم الا لحمدنا وفانز عمرو دياب. فكره كمان الموضوع دلوقتي مبقاش تاثر بالمشاهير بس، بقى تاثر كمان بترندات فشخ. فكرة بقى ان الحاجات دي كلها بتطردني، بتحس ان انا عجوز فشخ يعني، انا مش عارف ريليت لفريده ولا مجاسر ولا يا اسطى الحاجات دي غريبه فشخ يا اسطى، وام خالد والناس دي هي ايه دي؟ فكرة ان انا يعني بحس بان انا كبرت وعجزت، بس انا ببقى عجوز الرخم اللي هو انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده، ولا ايه اللي انتوا بتشوفوه ده، وايه بلبن وايه فريق وايه الناس دي كلها. بس عموما مش عارف المشكله فيا ولا فيكو، بس في الاغلب هي فيكو يعني، انا تمام. ايوه طب ليه كل اللي انا قلته ده وحش، ولا انا قاعد اهري كل ده ليه؟ عشان الفكره الموضوع بجد مع الوقت بيقلب فقدان هويه، وان انت بتبدا تقلد الشخص ده بتقليد اعمى، وانت مش عارف
الموضوع مع الوقت بيجيب اكتئاب يعني. فانا احمد رفاعي جاي ينقذ شباب الامه، جاي اصحيكم، جاي اصحيكم من الغفله اللي انتوا فيها. انا ما عنديش اي مشكله من المشاكل دي خالص، انا مش زيكم، انا مش زيكم خالص تمام. انا مش عايز مش مهووس بأي فوزي، مش عايز ليجاسي يجي فرحي، مش يجي فرحي يغني، يجي فرحي مع المعازيم يعني. وانا لحد دلوقتي متضايق من محمود اسماعيل ان هو ما عزمنيش على فرحه. انا لحد دلوقتي متضايق مع اني كنت قاعد هنا في البيت قاعد مبسوط وبتنطط وكل حاجه، والنهارده فرح يا جدعان وكل الكلام ده، هو ما عزمنيش على فرحه بس تمام. فلؤي فوزي هو عامل بودكاست فبيقعد يتكلم فيه، انا ببدا احلل كلامه واشوف بقى هو بيقول ايه، وببدا احلل حياته كلها يعني. ما كده حاسس مشكله ان انا طالع اعترف بالكلام ده عموما يعني في العموم. هو كان بيحكي في البودكاست ان هو بيروح انطونيادس مع ابنه يلعبوا مش عارف الكلام ده. فانا مره رحت انطونيادس بقى بعديها بعد ما عرفت بدات ان انا ادور على اي فوزي هو فين، قاعد مش لاقيه فاهم، متضايق فشخ. تعرف ان ده حصل بجد، هو ده مش سكريبت، هو ده حصل بجد كده. استاذ لؤي لو شفت الفيديو ده يعني انا ده كاركتر، ده مش انا بجد، ده مش انا الحقيقي اكيد يعني. ما فيش كلام من الكلام ده خالص. ولو شفتك مش هقتلك مثلا عادي يعني. انت وصلتها مش هقتلك يا رابط ليه؟ ما هو يا اسطى اصل حد بيتكلم بالكلام ده كله اكيد عايز يقتله مش يعني مثلا في حفله ليجاسي كنت واقف ورا وقاعدين بنهيص مش عارف ايه، والدي جيز وزوبا طلعت قعدت ترقص ومش عارف. بعد كده بقى في احتمال، في ممكن ان ليجاسي تقريبا هيطلع، فبدات ان انا بشق طريقي كده لقدام. فانا عايز اقف على الصوره اشوف ليجاسي قدامي على طول. فانا اعمل ايه؟ قمت بدات ان انا بصاحب الناس اللي حواليا علشان يسيبوني يضحوا بمكانهم تمام، علشان انا اقف قدام السور وقفت ليجاسي وافضل اعمل له كده. ازيكم يا جماعه؟ النهارده اول يوم ليا في تبطيل اغاني ليجاسي. انا عارف الموضوع صعب بس انا اظن اني قدها، وان شاء الله هعرف ابطل ومش هرجع تاني. انا كده بقيت تلت ساعه ما سمعتش اغاني ليجاسي. هقول لكم التطورات الفتره الجايه، ولو حد عايز يبطل هو كمان يشاركنا في الكومنتات تحت ونشارك الرحله كلها مع بعض. وخلي بالكم على نفسكم. كده عدى يوم من غير ما اسمع ليجاسي، مش قادر ومش مستحمل. بس يعني الكومنتات اللي جات لي في الفيديو اللي فات حسيت ان انا محتاج ان انا اشيل مسؤوليه الموضوع. فكرت طول اليوم ان انا اسمع اي حاجه حتى لو بسيطه، مثلا سولو في الجليد او جمله من اي حاجه. بس انا عارف ان هي بتبدا كده ان انا مجرد بس هسمع حاجه صغيره وهتبدا تكرر معايا في كله. فانا مش حابب ارجع ولا اوصل للمرحله دي تاني. اقول لكم التطورات الفتره الجايه وخليكم معايا بحيث ان احاول ان انا ابقى بشارك معاكم وبدي حافز لنفسي، وخليكم معايا في اللي جاي. عدى كده شهر كامل، مش عارف ان ايه اللي وصلني لهنا او المفروض اعمل ايه. بس انا خلاص مش قادر، بس انا قدها برضو هحاول. وانا متاكد 100% مش هرجع اسمع ليجاسي تاني. فابو اسماعيل فعلا مش محتاج اشرح انا بحبه ليه، ولا ان انا متضايق ان هو ما عزمنيش على فرح. انا بجد متضايق فشخ من الحوار ده يعني. انا اصلا بقالي 10 سنين معاك، انا بقالي 10 سنين بتابعك وبشوف كل فيديوهاتك ومش عارف الكلام ده، وانا عايش معاك حرفيا وما تعزمنيش على فرحك. طب ليه يعني؟ كان عندي مشكله تقريبا. بس فكرة انا بحس ان هو عادي يعني. في ناس كتير فشخ عندها المشكله دي ومتعايشين في حياتهم عادي، وانا عندي المشكله دي تقريبا يعني لحد ما متعايش في حياتي. بس هي لحد ما حلها بسيط. انت كل المفروض تعمله انك تسافر، تروح وتيجي، تتعرف على ده وده يعني. الاخر تشوف لك حياه، ما تبقاش زيي.